طبعا دي أكبر خارجية أنا أعملها في حياتي. يوم عرسي طلعت بالزفاف قبل ما أمشي القاعة عايزة آكل. رأيكم شنو يا شباب؟ هنا أنا بفتش بعين، بشوف المكان، بشوف الوضع، العالم كله بيتفرج فيني. أرسلت صاحبتي قلت لها شوف لي الوضع كيف، هل في طاولة ولا ما في. هنا بتشاكل مع صاحبتي بقول لها أنا جعانة دايرة آكل، أعمل شنو يعني؟ حرفيا يزول ماري بيسلم علي وبيبارك لي. هنا خلاص قالوا لي المكان ظابط، انت طلعته، وبالنسبه لفستاني شرطته طبعا. لكن قولوا لي ما يتشرط كيف، عنه رياكشنات الناس، صدمه، الناس كلها مصدومه. هنا ما شاء الله فتحوا لي الباب، والناس اللي قاعده تاكل كلها مبروك، الف مبروك، الله يتم لك على خير يا عروس. هنا اللحظه الصعبه، انا اقعد كيف، انا كيف اقعد في الكرسي. بيجاي جازفت غايته، قعدت الحمد لله. هنا ادوني البوكيه، هنا جالي المنيو، قاعدة أفتش وأشوف. أصلا أنا جاي عشان آكل بيتزا، يعني ما أعرف قاعدة أقلب ليه. هنا بسأل صاحبتي ها داري شنو سريع، هم عاملين لي محتوى طبعا، بيتصوروا وبيضحكوا. هنا قررت أطلب بيتزا. هنا جاء بتاع الطلبات مصدوم طبعا، وصاحبتي بتقول له رأيك إيه في العروسة دي؟ هنا الطلب أجا الطلب جاء طبعا بطاطس حار، أنا من الاستعجال اللي فيني. هنا قاعدة أقول لهم عنه الناس بتعاين لي كيف يا إخواني. هنا جات البيتزا وكانت رهيبة جدا. وبكده خلاص خلصت ومشيت الحفلة.